الوصول للتعبير عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. هنا في تونس ترتبط موسيقى المزود بالتعبير الشعبي عن الطبقة الفقيرة وآلامها في المجتمع، كما تلقى موسيقى المزود إقبالا لافتا من جيل الشباب الباحث عن التجديد باستخدام هذه الآلة الموسيقية الشعبية في إيقاعات تواكب العصر مثل الراب والجاز. يولد الفن من الشارع ومن هموم الناس ليخرج إليهم من جديد في عمل فني يحاكي الإبداع الإنساني. فلطالما خرجت أعمال فنية موسيقية ثورية من رحم المجتمعات الفقيرة والثائرة لتعبر عن غضب دفين يتمرد على السائد. وللمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس سيد نصر الدين الشبلي أستاذ الموسيقى بالمعهد العالي للموسيقى في تونس. مرحبا بك سيد شبلي. معنا آلة المزود الشعبية، لو تطلعنا عليها تاريخيا ثقافيا وحتى موسيقيا، وما مدى ارتباطها بالذاكرة الثقافية الشعبية لتونس؟ أول حاجة أهلا وسهلا ومرحبا بكم بالتلفزيون العربي. بالنسبة لآلة المزود، يعني ظهورها كان في تونس في أوائل القرن العشرين، وكانت مع البدو الرحل، يعني جات من الجزائر ومن ليبيا، ثم يعني أخذت عديد الأشكال يعني الموسيقية كما نقولوا نحن. بعدما استعملت في مألوف الجد اللي هي المألوف الجد اللي هو يعني صنف موسيقي يغنى ويتغنى بالأولياء الصالحين في تونس. بعدها في بعد الخمسينات الستينات، بعدها جت شكل آخر لآلة المزود، هي في موسيقى يعني الموسيقى العمال والعملة والكادحين في تونس، وموسيقى السجون خاصة في سنوات ما بين السنوات الثمانينات والتسعينات وأواخر التسعينات. يعني هو الآلات الشعبية في تونس وآلات شعبية يعني في الموسيقى الشعوب بصفة عامة، هي تعبر عن حالات اجتماعية وتعبر على واقع يعني تعبير موسيقي للواقع الذي يعيشونه الناس يعني في فترات متعددة من الزمن. لكن اللغة يعني الموسيقية أكيد تتطور وتختلف وتأخذ يعني العديد من الأشكال عبر تطور يعني الأوقات والأزمان. يعني نجد مثلا في الموسيقى تتطور، يعني أكيد بالآلات الشعبية والموسيقات الشعبية تتطور هي كذلك، وتأخذ يعني توظيفات أخرى في موسيقات مختلفة. وهذا الانفتاح أنا أراه شخصيا ضروري جدا لتطور يعني الاشكال والانماط الموسيقيه حول العالم. نعم. يعني والمزيد يعني ابراز قيمه الالات الشعبيه. نعم. قبل نقطه التطور، ما الذي يميز آلة المزود عن غيرها من الآلات؟ اللي يميزها هي مزواج، يعني فيها زوز مزامير، يعني آلات النفخ كلها، مثل الناي، مثل الزرنه، مثل الزكره، مثل يعني عندنا القصبة زادة في تونس، هما آلات يعني نفخ ذات مزمار واحد. آلة المزود خصوصية بتاعها يعني ذات زوز مزامير، يعني مزواجين، يعني عندها طابع خاص في النغمة، يعني نغماتها طابع خاص، فيها طابع خاص. طيب، دخول الغناء الحديث مثل الراب وغيره من الموسيقى الحديثة، يعني برأيك هل يغني أم يغير من هوية الفن الشعبي التقليدي؟ هو لا يغير، لكن طريقة الاستعمال هي اللي تختلف من تصنيف إلى آخر. يعني مثل ما كانوا قبل يعني في الشكل التقليدي يعزفون يعني في الأعراس وفي الحفلات يعني بالطريقة التقليدية. الموسيقى تتطور تتجدد، مثلا موسيقى الراب ولا الموسيقى الحديثة ولا موسيقى الروك ولا يعني المجموعات الموسيقية الحديثة يعني المتطورة، هي يعني تستعمل آلات شعبية مثل المزود مثل الزكرة، لكن الأهم شيء في ذلك هو التوظيف الصحيح. بما معنى يعني من غير أن تفقد الآلة خصوصيتها الموسيقية، يعني تقعد تشتغل في نفس النغمات الموسيقية التقليدية التي كانت تشتغل عليها، والإيقاعات كذلك. لكن التغيير هو يعني في الاوركستراسيون، يعني بما معنى
يعني تغيير الآلات المصاحبة لآلة المزود. نعم. مثلا كانت آلة المزود قبل في الشكل التقليدي تصاحب عادة بآلات الإيقاع فقط، يعني آلات البندير، آلات الطبل. نعم. لكن الآن تصاحب بآلة الجيتار، بآلة الباتري، تصاحب بالغناء. الموسيقى بالمعهد العالي للموسيقى في تونس، ونعتذر على هذه المقاطعة يعني. شكرا لك. وننهي مع الرياضة، حيث توج نجم دنفر ناجيتس الصربي نيكولا يوكيتش بلقب بيل راسل